السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا شفنا المشاهد اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي الدامية من الزلزال اللي مات فيه مئات من الأشخاص تحت الأنقاض، ولسه ما زال البحث مستمر والضحايا للأسف في ازدياد، وهؤلاء شهداء عند الله عز وجل. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون اللي هو مات بالطاعون، والمبطون اللي هو مات بداء في البطن، والغريق اللي مات غريق في الماء، وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. صاحب الهدم الإنسان الذي تهدم عليه البيت، لأن هذه ميتة صعبة. الإنسان ممكن يظل يعاني كتير جدا حتى تخرج روحه. يعني ميتة صعبة جدا، وخصوصا الإنسان اللي بينهدم عليه بيته، يعني بيخسر ماله وبيخسر روحه وبيخسر ممكن كمان أحبابه في هذه اللحظة. فهذه ميتة صعبة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب الشهادة لكل من مات هذه الميتة، وأن يعني يؤمننا في بيوتنا ويؤمننا على أحبابنا، ولا يفجعنا بموت أحد الأحباب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيذنا من ميتة الفجأة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من ميتة الفجأة وميتة السوء. ليه بقى؟ إن الإنسان ممكن يحصل حادثة كبيرة زي دي وهو على معصية. احنا شفنا من أسبوع أو 10 أيام الراجل اللي كان ذهب لامرأة في بيتها وحصل تجاوز، ويعني الموضوع كان فيه والعياذ بالله زنا، ومات في هذه الحالة. تخيل بقى لو هو حصل زلزال والإنسان عاصي لله عز وجل. فإحنا التوبة، الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويحسن العمل علشان ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمته. الإمام ابن تيمية بيقول: جرت عادة الكريم الله سبحانه وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. شوفوا المشاهد الدموية دي، بيت قائم والناس عايشة فيه، والناس نايمة في هدوء وسكون الليل، واللي بيفكر بقى الصبح هيروح الشغل بتاعه، واللي بيفكر هيعمل ايه، وفجأة كل ده يتدمر. آه، حتى اللي بينجو من هذه الزلازل بتتبقى فراق الأحباب، الصدمة النفسية، البيت بتاعه اللي اتدمر، وإمتى هيرجع وهيبقى زي الأول. فدي حاجات يعني ربنا سبحانه وتعالى يلطف بكل من تعرض لمثل هذه الأمور. مواقف صعبة جدا. فإحنا نستعيذ بالله عز وجل من ميتة الفجأة ومن فواجع الأقدار. نعوذ بالله العظيم من فواجع الأقدار، لأن الأمر بصراحة بيكون مفجع ومفزع. ولذلك بقى الأعمال الصالحة تحمي الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول على الغلامين: وكان أبوهما صالحا، اللي ربنا يسر سيدنا موسى والخضر علشان يروحوا يبنوا الجدار ويحفظوهم. كان أبوهما صالحا. صلاح الآباء رجع للأبناء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. التلاتة اللي اتحبسوا في الغار قالوا ايه بقى؟ واحد منهم قال ان هو كان بر بوالديه، واحد تاني حافظ على أجرة أجير عنده ونماها وأصبحت مال كتير، واحد تالت قال إن هو رد عن الزنا والعياذ بالله في آخر لحظة، وأعطى بنت عمه الفلوس اللي هي كانت محتاجاها. فالأعمال الصالحة تنجي الإنسان من مصارع السوء. نجانا الله وإياكم من كل سوء وشر، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش بس حاجه اخيره قبل ما نختم. الناس اللي بتاخذ هذه المواقف في تهريج وهزار وكوميكس على المصائب. يعني هو في ناس بتعلق بتقول فاتتنا يعني الحته ديت، وانا كان نفسي احس الاحساس ده. فتمني المصائب، تمني المصائب من المصايب الكبيره جدا. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا أموالكم ولا أبنائكم ولا خدمكم. ما تدعيش، ما تتمناش السوء لنفسك، لئلا يوافق ذلك ساعة عطاء. ربنا سبحانه وتعالى هي دي ساعة إجابة، بيدي كل واحد سؤاله، فيستجيب الله عز وجل لك
ويقع ما دعوت الله عز وجل به فيك. واحد يدعي بقى على نفسه على أولاده يتمنى السوء، والساعة اللي يتمنى فيها السوء دي تكون ساعة إجابة، وللأسف يقع ما يخشاه الإنسان. فربنا